زرنا كلنا احنا قرأناه كاملا. نحن طبعا احنا مع الشريعة الإسلامية أولا، مع الشرعية ثانيا. قرأته جميعا. في بعض البنود جميلة جدا. هو مش قرآن، ممكن يعدل، ولكن في طموحات. كان لحضرتك اي تحفظ على مواد في الدستور؟ طبعا احنا كنا متحفظين اولا على الماده الثانيه، ولكن فسرت الماده الثانيه في 219 نقول ان اقل الضررين ان نكون نعم لاستقرار هذا البلد، وكما يقولون هم يطلبون تعديل هذه المواد من جهتهم، ونحن سنقدم ايضا سنقدم بعد التعديلات في هذا الدستور. إذا نقول إذا هم ارتضوا بالديمقراطية فلا بد أن يرجعوا إلى الديمقراطية وهي الصناديق. اقتناع هنعبر بيه لأنك قريته؟ نعم طبعا. هيمر بالبلد بدار الأمان والاستقرار. دول عايزين البلد تتهدم ويهدموا حوالين الرئيس عشان الرئيس يبقى ضعيف. لانه هيدي الفلاح حقه وهيدي المواطن حقه وهيدي لكل عامل حق. نعم على اقتناع. اول حاجه شريعتنا ولغتنا، التربيه الدينيه والتربيه الاسلاميه او الدين اللي احنا مؤمنين به. ثاني حاجه التعليم اللي يخصنا ويهم اولادنا ويهم اجيالنا، برضه الدستور اتكلم عنه. ثاني حاجه حق الفلاح البسيط اللي ضايع، خد بالك معايا. رجع تاني الفلاح ليه قيمته وليه وضعه، لان الفلاح دي عمود الاقتصاد في البلد. الفلاح كان زمان يزرع الزرعه ولا مؤاخذه كان يبيعها في بأبخس الاسعار. لا، كل الفلاحين وكل الارياف وكل الناس يعرفوا رايهم في الدستور، لانه دستور يعني كل الناس عارفينه. عاطي حق الفلاح وحق العامل وهيطبقوا الشريعه، ودي اللي احنا عاوزينها، لان احنا الشعب المصري كله متدين، كله عاوز الدين وكله عاوز الشريعه. كلنا هيحقق حلمنا.